ده برنامج بسجل اعتراضي، انا عبد الله وهيدي. طيب انا جاي اعترض النهارده على فكره البودكاست اللي بيبيع لك الوهم، يعني البودكاستات الوهميه. تمام، سواء هو اسمه بودكاست او برودكاست ايا كان. يعني البودكاستات الوهميه دي اللي هو بيجيب لك واحد مثلا مش مدمن بيكلمك عن قسوه رحله التعافي من الادمان وازاي تتعافى من الادمان. هو ما عاش اصلا الادمان عشان يكلمك في الموضوع ده. البودكاستات الوهميه دي ان هو يجيب لك واحد غني، مولود غني، مولود في بقه معلقه ذهب، وارث 15 شركه بالفعل، وجاي يكلمك ازاي تبني البيزنس. ابني بيزنس ايه؟ ممكن تكلمني في ازاي اكبر البيزنس. انت مثلا واحد ورثت 15 شركه خليتهم 20، ممكن اسمع منك وانت بتقول لي ازاي اكبر البيزنس بتاعي. لكن ان انا ابني البيزنس، انت اصلا ما بنيتش البيزنس، انت ورثته. فاهم؟ ما ينفعش واحد رفيع مثلا، هو طول عمره رفيع، عمره ما كان تخين، يجي يكلمني عن قسوه رحله التخسيس، عن قسوة الدايت. أنا ممكن أسمع الرفيع ده وهو بيكلمني إزاي هو بيحافظ على وزنه وهو رفيع، إزاي ما بيتخنش، لكن ما ينفعش أسمعه وهو بيكلمني عن قسوة رحلة التخسيس. طيب هدفي من الفيديو ده إيه؟ إن أنا ألفت نظرك إنك لازم تشوف أنت بتسمع مين، بتسمع مين وبيقول إيه خلفيته، هو جاي من بيئة عاملة إزاي. اللي غني، اللي هو جاي من بيئة بالفعل غنية، ما ينفعش يكلمك عن قصة كفاحه اللي بدأ من الصفر، لأن هو أصلا ما بدأش من الصفر. يعني هو ممكن صفر مختلف، ولكن بالنسبة لك أنت هو مش هيكون صفر خالص. تمام، هو بعيد خالص عن الصفر بتاعك، فصعب إن أنت تاخد منه تجربة حقيقية تطبقها على رحلتك وتجربتك أنت. من الآخر، ما تخليش حد يبيع لك الوهم. سهل قوي إن أنا أبيع الوهم على فكرة، وسهل قوي إن أي حد يبيع الوهم. دايما حاول تسمع حد يكون مر بتجربة حقيقية، يعني روح اسمع حد فعلا جابها من الصفر ووصل للثروه مثلا، لكن ما تروحش تسمع بالفعل حد ثري يكلمك عن الصفر. فاهم؟ هو ما شافش الصفر. خد بالك، انا احب اخد التجربه من واحد عايش التجربه. تمام، فرق كبير بين انك تفهم التجربه، حد يحكيها لك فتفهمها مثلا، او تشوفها فتفهمها، وفرق بين انك تعيش التجربه دي بالبيئه بتاعتها، بالظروف بتاعتها، بالمخاطر اللي بتكون موجوده في كل خطوه في الرحله بتاعت التجربه دي. وعلى فكره انا بحاول اعمل ده في الفيديوهات، ما باطلعش أكلّمك في حاجة عمومًا أنا ما عِشتهاش، لكن مش هاطلع أبيع لك الوَهْم. تمام، يعني أنا مش هينفع مثلًا أطلع أقول لك إزاي تتدرّب في صيدلية. تمام، وأنا ما اتدرّبتش في صيدلية. مش هينفع أطلع أقول لك إزاي تشتغل في صيدلية وأنا ما اشتغلتش في صيدلية. أنا كده باضحك عليك. تمام، أو على الأقل أطلع أقول لك أنا ناقل الكلام ده، ما ينفعش أطلع أقوله لك أكنّي أنا اللي عملت الكلام دوّة وأنسبه لنفسي. دي كانت حلقة سريعة من برنامج باسجل اعتراضي، أنا عبد الله وهيدي. أتمنى الحلقة تعجبكم، انزل اعمل سبسكرايب، لايك، كومنت، وشير الحلقة لاصحابك. وبس، باحبكم. سلامات. وسيم والله. باحبني على فكرة. أهم حاجة تحبوا نفسكم، عشان مش عشان حاجة، عادي حب نفسك من غير أسباب يعني، مش لازم أقول لك عشان إيه. سلام.